أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معانا في برنامج بعد الحفلة. بلا شك البرنامج ده بيبقى مهم جدا لأن كتير جدا من الفنانين اللي بيكونوا نجوم حفلاتنا بيحبوا جدا يسمعوا التعليقات ويشوفوا الإيميلات بنفسهم اللي بتجيلهم نتيجة مجهودهم طبعا اللي بذل في الحفل، وبيعرفوا آراء الجمهور بتاعهم والمشاهدين. احنا كمان بنبقى مهتمين جدا ان احنا نعرف الاراء دي، وكتير جدا برضو من الساده المشاهدين بيبقوا حابين جدا ان هم يوصلوا كل احاسيسهم لنجومهم اللي استمتعوا معاهم مع الحفله دي، وبيعرفوا ارائهم وردودهم على كل التعليقات اللي بتتكتب في الايميلز اللي بتتبعت لينا. وعلى فكرة احنا كمان بنحب نشكر كل المشاهدين اللي تفاعلوا معنا من كل مكان في العالم وبعتوا لنا الايميلز من كل مكان. الحقيقة احنا وصلنا ايميلز من اوروبا، من امريكا، من كندا، من استراليا، حتى مع فرق التوقيت، وطبعا من كل الدول العربية الشقيقة. واحنا بنقول لكم ان احنا كنا معاكم النهاردة طبعا عبر القناة الاولى والنايل سات والقناة الفضائية المصرية، وما زلنا معاكم على الهواء وفي استقبال ايميلاتكم. واحنا دلوقتي فعلا في انتظار نجمة حفل الليلة، والحقيقة وبالفعل وصل اول نجوم حفل الليلة المايسترو الفنان دكتور خالد فؤاد. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور خالد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. اهلا بيك. طبعا مجهود مشكور جدا أكيد. النهارده يعني الحقيقه وهو النجم اللي مع كل نجومنا في اغلبيه حفلاتنا. وليك على فكره اكتر من ايميل يا دكتور خالد، يعني في ايميل معانا بيقول انه دكتور خالد انت بتشرفنا دايما في كل حفله، وانه احنا بنشكر مجهودك جدا جدا اللي بتبذله مع كل النجوم والنجمات، واكيد ده بيبقى مجهود جامد قوي. وبيسالوك على الحفله دي بالذات النهارده، بيقول لك انه سمعنا انه نوال دقيقه جدا في اعمالها وفي البروفات، فهي اكيد يعني تعبتك. بقالكم كام يوم بتعملوا بروفا؟ لا والله هي جايه المره دي متحمسه قوي، دقيقه قوي في يعني في البروفا، لدرجه ان بعض الموسيقيين بيقولوا هي بتدقق على حاجات صغيره تقريبا شبه مش موجوده، لكن من خوفها على الشغل، وده الواحد يحترم حاجه زي كده، من خوفها على الشغل، وفي الحته دي بنريحها باستمرار، يعني بنحاول. كم يوم عملتوا بروفات يا دكتور خالد؟ تقريبا 4 ايام. 4 ايام. 4 ايام للاستاذ مدحت ومدام نوال. مين اعضاء فرقه نوال اللي بتنضم للاوركسترا بتاعك؟ والله هي يعني بتهتم بايه؟ بالايقاعات؟ مين اللي بيجي معاها من السفر؟ مين بيكون دايما يعني والله اساسي؟ يعني هي يعني باستمرار بتحب تجيب العناصر الاساسيه قوي، سواء بيز ولا جيتار ولا 2 اورج ودرامز وطبله وكواتم، اللي هم عندهم اسمها كاتم اللي هو الدفه عندنا، باستمرار. بس الحمد لله ثقه في فرقتي الاول وثقه فيا، فبقت تجيب في حدود 4 افراد فقط، و2 كورال معاها، 2 كورال حلوين قوي. 2 كورال يعني بيحصل ميكس حلو جميل جدا. طب انا عايز اسالك برضو، ارجع تاني لنجمه حفله الليله نجمه نوال زغبي، وانت برضو كمايسترو بتتعامل مع اصوات كتير، عايز اعرف ايه نقاط القوه اللي بتعرفها كمتخصص او اللي بتلمسها في صوت نوال زغبي؟ يعني انا اقدر اقول عارف الحاجه الشامله، يعني نوال زغبي كاركتر، كاريزما، نوعيه الاغاني اللي ما بتحاولش تخش في شريحه اخرى، فشريحه هي وصلت على فكره. اتفضلي. يعني شريحه جميله جدا. اهلا 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 اهلا. اتفضلي. انا مش عارفه احنا ممكن نسال مجدي اذا كان ناخد اغنيه كفاصل ونرجع تاني. احسنتي. الله يخليك، شكرا. المايك بتاعك.
مشاهدينا في كل مكان معكم على الهواء مرة أخرى، ومعنا نجم حفلنا الليلة نوال زغبي. نوال أحسنتي وأسعدتينا. ولو مش عارف الحقيقة أنا أقول لك إحنا كمية الإيميلز اللي جاية من all over the world كل أنحاء العالم. شكرا. على فكرة أنا بس هقرا في البداية إيميل لأن هو بيقول أنا هنتحر لو ما قريتش الإيميل بتاعي. طبعا معلش ممكن استأذنك قبل الإيميل، أنا عايزة هي بس آخد رياكشنها لأنها عمالة بتبص على المونيتور وهي بتشوف بقى نفسها في الحفلة لأول مرة. لسه ما روحتش واتفرجت في البيت مثلا في الفيديو والحاجات دي. ايه احساسك؟ اول شيء بصراحة بعيد وما شفتش 100%، بس طبعا الناس بتقولي وكلكم يعني بتهنوني. وطبعا انا ولا مرة عملت حفلة في مصر الا ما كانت هايلة بصراحة، والجمهور حافظ الاغاني وبشجع وكل حاجه 100. انت حاسه بحب الجمهور المصري ليكي؟ طبعا، وانا بموت فيه. زي ما قلنا في المقدمه انه باي لهجه بتغني بيها نوال احنا بنحسها بتوصل لنا. الله يخليك. على طول. طبعا عشان لما الواحد يغني حاجه يا يحس بيه مظبوط يا ما يغنيش خالص. نوال الإيميل من محمد الرشيد من الفلاين كلاب الخاص بيكي، بيقول لك انه طبعا بيشكر على بث الحفله، شكرا لك. وبيقول بدي اقول لنوال هاي واقول لك ان انت حلم حياتي، واني انا بتنفس اغاني نوال وبعيش على صوت نوال. الله يخليك. شكرا. وبيقول كمان ده ادم بقى، ادم من فلسطين الحبيبه، بيقول لنوال انت احلى وافضل واروع واطيب واجمل مطربه. الله يخليك. شكرا. معاكي يا مها. كمان يعني هو الحمد لله الدول العربيه كلها متابعه معانا طبعا عن طريق الحمد لله الفضائيه. انا سنابل من فلسطين وواحده من اعضاء الفان كلاب، وانا بحبك 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 طبعا الى اخر السطور. يا احلى مطربه في الكون، يا احلى نوال في الدنيا، والكل بيسلم عليكي وبيقول لك بنحبك كتير، واخواتي كمان اخلاص وعليا بيحبوكي كتير. انت اجمل وارق واطيب فنانه في العالم. الله يخليك. وبحبك كتير، وكنتي مبدعه بالبوم عينيك كدابين. كلنا بنحبك بفلسطين. خبرينا شويه عن تيا وجورجي وجوي. بيجننوا، صار كبرانين وصاروا بيحبوا الموسيقى ومتابعين لأعمالي وأعمال غيري كمان. أعمارهم قد إيه بقى؟ عايزين نتعرف عليهم أكتر. تيا 5 سنين ونص، وجورجي وجوي لأنه انتم طبعا 2 ونص. أنا عايزة أسأل سؤال ملوش دعوة بقى بالإيميلز، بس هل ده كان يمكن وجودهم أو لسه صغيرين فكانوا سبب في ابتعادك فترة عننا؟ أنت وحشتيني أصلك قوي. طبعا أكيد، يعني كان في فترة سنة أنا مهتمية بيهم. ومعلش اللغة المصرية شوي. لا لغتك بنفهم كويس. طبعا انه السنة كنت عم بهتم فيهم، وسنتين كنت عم حضر الألبوم الجديد، وكنت مصرة وكنت بتحدى نفسي عشان انزل بألبوم فعلا يكون هدية حلوة للناس. والحمد لله انه ربنا اكرمني، والالبوم انا شايفه الناس طايرين بيه وحافظين الاغاني ما عشان كده حقيقي عايز اسالك، لانه عندنا برضو اكتر من ايميل هنا هو محتواهم بيقول انه الالبوم كله هيتس، مش بس الاغنيه الاولانيه عينيك كدابين هي اللي هيت، انما كل اغاني الالبوم هيتس. ونلاحظوا انه في تنويعات كتير جدا في الارتام الموسيقيه، في الكلمات. يعني استعنتي كمان في اسماء كتير في الالبوم. طبعا. فانت كنتي قاصده التنويعه دي؟ طبعا، لانه يعني انا مطربه مني جديده، مني طالعه جديد، الي حوالي 11 سنه. قدمت كتير من الالوان الغنائيه والموسيقى والتوزيعات والمواضيع. بقى كان المفروض انه هذا الالبوم بالذات يكون منوع وجديد بالنسبه لنوال الزغبي، لانه الناس بالنهايه اذا بدك دائما تعطيهم نفس الشيء حيملوا، حيسيبوكي، حيروحوا لغيرك. فانا كنت مصره اني اعمل حاجه جديده وحلوه، وكنت عشان كده اخذ معايا وقت سنتين. وقت كتير. سنتين واخيرا كنت يعني ابتديت ارتاح نفسيا انه انا معايا حاجه جديده، وبالنهايه التوفيق من عند ربنا. اكيد من عند ربنا. بس في حاجه كمان لاحظناها حلوه قوي في الالبوم، انه التوزيع الموسيقي فيه تطوير جامد جدا، لكن المقاطع الغنائيه نفسها نوال محافظه على الشرقيه جدا. طبعا. وبتنغم وبتطرب. طبعا. وبتدينا الليالي وبتدينا كل شيء، يعني حتى لو الجمل الموسيقيه نفسها فيها بعض التوزيع اللي يعني اللي ممكن نقول فيه تغريب شويه او تطوير، انما عند غنائك
في التنغيم الشرقي؟ مظبوط. اول شيء انا يعني بغني الشرقي، صوتي شرقي، وبمقدوري غني الغناء الشرقي. بقى ليه ما بغني؟ وخاصة انه انعرفت نوال مطربة ستايلات، ستايل. وقدمت كتير اشياء غربي كتير، واشياء فيها الشرقي، واشياء شرقي بس ما كانت كيف بدي اقول لك مقدمتها كأغاني رئيسية بالألبوم. بقى أصريت إنه هالمرة يكون الهيد أو الهيت تبع الألبوم يكون شرقي بحت. وأخرت الألبوم كرمال عينيك كدابين. عينيك كدابين. عينيك كدابين، وهي كانت تستاهل إنه تأخر الألبوم الحقيقة. شكراً. ما هنرجع للإيميلز. انا كنت عايزه اسال كمان على ان يعني دايما الكليبات بتاعتك بتبقى فيها جديد، وبتبقى يعني مسار حديث، يعني اللي هو شفته نوال في اللوك الجديد ده انت بتحافظي عليه جدا. بدايتك مع الغناء كنت دايما حريصه على تقديم الاغاني اللي نقول من التراث اللبناني والشعبيه اللبنانيه، كنت بس بقالك فتره ما قدمتيش الاغاني الشعبيه التراثيه اللبنانيه. بدي اقول لك شيء، انا ما بغني الاغنيه التراثيه اللبنانيه. مش لاني ما بحبها، بالعكس انا من معجبيها، بس انا ما بلاقي حالي فيها. بس دايما كنت انه احرص بكل البوم اقدم اغنيه بالضبط كده. بس هالمره ما قدمت ولا اغنيه من التراث اللبناني. بقى في اشياء كتير كلاسيك. قدمت اغنيتين كلاسيك باللهجه اللبنانيه. هالمره كنت كتير عم بقلب الموازنه مثل ما بيقولوا. وطبعا يمكن اول البوم بتلاحظوا انه ما بينزل الكليب بنفس وقت الالبوم. ليه اخرتي الكليب؟ حاجه مقصوده، يعني عشان انا اللي كنت بشوفه انه الناس بقت تهتم بالصوره اكثر من الصوت، فحبيتي انه الناس بالشكل اكثر من الصوت. يعني طبعا، وانا مطربه، يعني انا مش لعرض ازياء ولا يعني مش جايه اعرض شكلي وامشي.